فريق النادي الأهلي مستواه لحد الآن مش كويس. ينقص النادي الأهلي بس دفاع قوي، وبرضه ينقص نادي الزمالك دعم مادي. فالنادي الأهلي عايز مهاجم وعايز دفاع وعايز عايز تطوير أكتر. المدرب كويس. الهجمات للنادي الأهلي بيروح بها للجون كتيرة وكويسة، بس محتاج مهاجم يخلص الهجمات دي. طبعا كان عندنا وسام، بس وسام مش كفاية، فاحنا عايزين جديد، عايزين مهاجم قوي. فبنناشد إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي بإن هم يتجهوا للخطيب علشان نجيب صفقات كويسة. بس قبل ما الإدارة تروح للخطيب تكون عارفة هي هتجيب مين، ويكون هينجح مع الفريق بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. لأن النادي الأهلي في ظل الأزمة الحالية هو محتاج إن هو الأهلي بيغلب وكل حاجة وكويس، ودي في أغلب الماتشات، ولكن محتاجين إن احنا نعزز بصفقات. محتاجين إن احنا لازم في الدفاع ولازم في الهجوم، دي صفقات لابد منها. طبعا اتكلمنا قبل كده وقلنا النادي الأهلي ينقصه مهاجم قوي جدا، ينقصه مهاجم طبعا، وينقصه شخصية قوية، شخصية تسيطر على اللعيبة، تخلي اللعيبة تلعب بروح. اللعيب ينزل الملعب يموت نفسه حرفيا، اللعيب ينزل الملعب يبقى على قدر المسؤولية. ده اللي احنا طالبينه من النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي. برضو عندنا المدرب مش وحش، المدرب كويس إلى حد ما لحد دلوقتي. مدرب عنده فكر، لكن محتاج لسه شوية، محتاج ان احنا نصبر عليه. فالمدرب مش وحش. وطبعا برضو عندنا لعيبة كويسة في الدفاع، ولكن بعد محمد عبد المنعم اللعيبة دي مستواها نزل بشكل كبير. يعني عبد المنعم احتمال كبير يجي الفترة اللي جاية، وهقول لك لكذا سبب. طبعا للسبب الأول إن عبد المنعم مع فريق نيس طبعا هو مصاب، ربنا رجعه بالسلامة. طبعا قال لك أنا مكمل مع نادي نيس الفرنسي، ولكن نسبة المشاركة هتكون قليلة لأن الإصابة شديدة، فنسبة المشاركة هتكون قليلة. واحنا عارفين الأندية الأوروبية انت لو ما عندكش واحد سليم يعني مركزه دفاع، فبيبدأ ان هو يغير. فاحتمال كبير عبد المنعم يجي النادي الأهلي ويكمل مع النادي الأهلي الفترة القادمة يعني. طبعا عندنا برضو في نقطة كنت عايز اتكلم فيها وتخص النادي الزمالك. نادي الزمالك فريق كبير جدا، ولكن ينقصه إمكانيات. علشان نكون صراحة، ينقصه إمكانيات وإدارة ناجحة. يعني نادي الزمالك هي مشكلته في مجلس إدارته فقط لا غير. يعني لو المجلس الإدارة ده ناجح هتلاقي إن فريق نادي الزمالك ده في حتة تانية خالص، بس محتاج إدارة ناجحة. نادي الزمالك محتاج إدارة ناجحة. طبعا شفنا بيراميدز لسه ابن يومين وخد دوري أبطال أفريقيا، وطبعا يعني حاجة كبيرة دي، وحاجة بيحارب عليها الزمالك بقاله فترة. يجي نادي زي بيراميدز ياخد دوري أبطال أفريقيا وأخد كأس السوبر الأفريقي. فيعني الحاجات دي كلها ضد الزمالك.
الحاجات دي كلها ضد الزمالك وليس ضد النادي الاهلي. النادي الاهلي بينجح، بس النادي الاهلي محتاج زيادة بس في النجاح بتاعه، مش اكتر ولا اقل. ومجلس ادارة النادي الاهلي يحترم، مجلس ادارة النادي الاهلي قوي، مجلس ادارة النادي الاهلي بيعرف يماشي الامور، بيعرف يجيب صفقات. فالنادي الاهلي كبير وجمهوره كبير، وطبعا محتاجين مساندة كبيرة الفترة الجاية دي علشان نجيب صفقة في الهجوم ونجيب صفقات في الدفاع. ولازم جمهور الاهلي يعرف ان احنا لازم نصبر على المدرب ده. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم.